الزمالك اتعادل مع فاركو في مباراة اهدار الفرص. كل اللي اتفرج على الماتش بيقول ان ماتش ممل جدا جدا جدا، وده كواليتي لعيبة الدوري المصري. عشان كده الحلقة الجاية هتكون عبارة عن لعيبة في الدوري المصري مالهمش اي 30 لازمة. فلو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس، ولو انت على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام ما تنساش تتابعنا ولايك وشير وسيب لنا تعليقك. ويلا نبدأ، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة عنوانها الكرات العرضية بدون أي رأسية. أنا مش فاهم إزاي مباراة يتعمل فيها 27 عرضية من نادي الزمالك ما فيهمش ولا رأسية على الثلاث خشبات، غير كده 7-8 كورنرات مفيش واحد فيهم على المرمى. الزمالك بيلعب بعنوان زيزو راجل المباريات الصعبة وباقي اللعيبة خارج الخدمة. أما عن فاركو فأداء باهت وممل ومش عايز يكسب ومش عايز حاجة من المباراة ومش عايز يلعب المباراة أصلا. تحس إن اللعيبة ما جاتش لا من الزمالك ولا من فاركو. مباراة بجد سيئه جدا جدا جدا، بس عايز اقول لك ان هو ده كواليتي اللاعب المصري. جوزيه جوميز ساعات بيبقى كويس جدا وساعات بيخرف 180 درجه. مره ينزل لي عبد الله السعيد وناصر ماهر ويسيبهم لي، ومره يسحب الاثنين ويلعب بدون نص ملعب. النهارده بيعمل كرات عرضيه ومطير الوينجين وبيعمل كل حاجه في الكوره، بس انت ما عندكش رقم 9 اللي يحط الجول. فلو جيت بصيت على الزمالك الاختراقات من العمق تقريبا مش موجوده. عبد الله السعيد المفروض كان يطلع لقدام سنه ويبدا يحرك الملعب ويعمل اختراقات من العمق. لعيبه نادي الزمالك تحس ان هي رميه الفوطه خلاص، لا في روح ولا في حماس ولا في اداء للمكسب ولا في اي حاجه في المباراه. يعني حتى تحليل المباراه احنا مش عارفين هنقول ايه. عشان كده الفيديو اللي جاي هنوريك قد ايه في لعيبه في الدوري المصري بتاخد مبالغ خياليه وهي اصلا ملهاش اي دور في الفريق. فالفيديو الجاي هيكون بعنوان لعيبه في الدوري المصري ملهاش اي 30 لازمه. نقطه مهمه بقى عايز اتكلم فيها في مباراه الزمالك، مصطفى شلبي عليه علامه استفهام كبيره جدا. مصطفى شلبي بيعمل ايه؟ يعني انا مش فاهم مصطفى شلبي هو عايز يعمل ايه. لا تعرف هو عايز يروح يجيب جون، ولا تعرف هو عايز يرقص، ولا تعرف هو عايز يستعرض، ما تعرفش. واعتقد ان الزمالك من غير زيزو تقريبا مفيش فريق. عشان كده جماهير ميت عقبه على يقين ان الملك بالنسبه لنادي الزمالك هو احمد سيد زيزو، واحمد سيد زيزو لو مش عن الفريق هيتاثر بنسبه 90%. لك ان تتخيل ان النهارده في 27 عرضيه ممكن يكون منهم 15-16 عرضيه لزيزو بس، غير طبعا ضربه الجزاء اللي عليها كلام كتير، بس هي ضربه جزاء لان ركبه الحارس شيكا خبطت رجل زيزو وبالتالي تسببت في ركله جزاء. فهي ركله جزاء صحيحه بالنسبه للزمالك وبالنسبه لفاركو، الاثنين صحيحه 100%، والحكم النهارده اداؤه 100%. طبعا في ناس كتير بتتكلم على الانذار اللي خده احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو خد انذار بسبب التحدث الغير لائق مع الحكم، لان بيقول له انت يا عم انت، فعشان كده رجع واداله انذار. اما كتقييم للمباراه فتقريبا المباراه تاخد 3 من 10، 2 من 10. مباراه ما فيهاش اي فنيات، ما فيهاش اي تكتيك، ما فيهاش اي لعيبه، ما فيهاش اي روح، ما فيهاش اي حاجه اصلا. واعتقد ان جماهير نادي الزمالك مستنيه تشوف من لعيبه احسن من كده. فاوعى تنسى الفيديو الجاي، لان الفيديو الجاي هنوريك حاجات جامده جدا عن اهم لعيبه موجوده في الدوري المصري بتاخد مبالغ خياليه وهي ملهاش اي 30 لازمه. فلو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو انت على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام ما تنساش تتابعنا ولايك وشير وسيب لنا تعليقك، لان رايك مهم جدا جدا لينا. سلام.